السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو غادي نعاود لكم تجربة شخصية كيفاش قدرت نضمن أول دخل شهري ثابت غير باستعمال التليفون ديالي وبلا راس المال أو لا خبرة اللي كبيرة، وكيفاش نتايا تقدر دير نفس الشيء. إلا كنتي باغي تتعلم من دارك ومن تليفونك وكتقلب على دخل مستقر، تبع معايا حتى الاخر حيت غادي نوريك كل شيء خطوه بخطوه. ما تنساش انك دير لايك وتشترك في القناه حيت هذا الفيديو خاصو يطلع باش الناس الاخرين يستافدوا، حيت فيه معلومات اللي كبيره بزاف وغادي يعاونوكم. دونك كيف ما كنقول لكم دائما ما تبقاوش تخليو الافكار ديالكم تشتت بزاف، حيت فاش كتبقى تفكر بزاف في حاجه كتبدا تبان لك صعيبه. انا كنت كنمشي لديك الافكار اللي صغار، و ميم طون فاش كنكون مثلا خدام مع داك الكلاينت ما كنقولوش شكون انا ولا شنو كندير ولا شنو في راس مالي، كندوي على الجانب الشخصي. اما الجانب العملي كنعطيه كاع لي زانفو اللي خاص يعرف. والفكره كانت بسيطه، كنت خدمت كفيرتوال اسيستون اولا مساعد رقمي. في الاول كنت خدمت مع الناس اللي عاديين، ومن بعد بديت كنستهدف الشركات الصغار وكندير ليهم خدمات اللي كانت بسيطه، بحكم ان ما كانش عندي مع الديزاين. دونك هنا فين كنت كنستعمل كانفا باش انني نديزايني اولا نقاد واحد الفيديو اولا شي حاجه اخرى. وترتيب المهام كنت كنستعمل تريلو ونوسيون، كانوا كيعاونوني بزاف باش انني نعرف شنو تابعني وشنو اللي عليا وبزاف ديال الحوايج. وباش انني نتواصل اولا نرد على الميساج اللي كيكونوا كيوصلوا داكشي كنت كنستعمل واتساب بيزنس. صافي داكشي كامل كان بسيط. كنت كنظم مواعيد، مثلا هاد اللعيبه هادي فوقاش خاصها تكون هادي، المهم بحال هكا شي لعبات بحال هكا. وكنعاودو نركزوا على ان كان كلشي بالتليفون، وطبيعه الحال الثمن اللي مناسب ليهم هما، ولكن مربح ليا انايا حيتاش ما عارفينش واش خدام بالبيسي اولا بالتليفون اولا باش. دونك وانا بادي بالتليفون كانت الصراحه شي حاجه اللي زوينه. ولكن دابا يقدر يجيك السؤال في راسك اللي هو شنو خاصني نعرف قبل ما نبدا. وقبل ما تبدا خاصك تكون عارف بزاف ديال الحوايج. اول حاجه خاص يكون عندك التليفون، ماشي شي حاجه مهم، يكون متوسط وصافي. خاصك تكون كتعرف تبيع راسك في السوق، اولا بواحد المصطلح اللي كنقولوا ليه حنا بالمغربيه هي انك خاصك تكون سنطيحه، وخاصك تكون كتعلم دغيا، حيت انت كتعلم كتكون كتطور المهارات ديالك، وهذا الشيء غادي يعاونك في المسار المهني ديالك. واهم حاجه في هذا الشيء كامل هو الصبر والاستمراريه، حيت الربح كيجي ولكن مع المده. ما كايناش شي حاجه اللي معك كديرها كتاخد فيها الفلوس. الا كانت هاد اللعيبه هادي فراه كنأكد لك بانها غادي تكون غير خدعه او الكذوب. ها هو الشيء كامل. دابا غادي تسولني شنو هما الادوات او التطبيقات اللي غادي نقدر نستعمل، وانا هنا فين غادي نشارك معاك التطبيقات اللي كنت كنخدم بهم يوميا. كانت كانفا، وكنت واخدها غير من عند الدري حيت ما كانش عندي باش نشريها، وهي باش كنت كنصاوب التصاور او عروض تقديميه او ستوريات الى غير ذلك. تريلو والنوسيون هما باش كنت كنرتب المشاريع ديال الزبائن، حيت الا ما كانش داكشي مرتب فانا فين غادي نكون هيك كنرجع. اما بالنسبه للواتساب بيزنس فهو باش كنت كنتواصل مع الكليان ونخلي اوتو ريبليس، باش كيف ما كتعرف شي مرات كتكون مشغول اولا شي حاجه. دونك هنا فين داك البوت هو اللي كيكون كيجاوب في بلاصتك، على ما انك تشد التليفون في يدك ولا شي حاجه بحال هكا. وكنت كنستعمل جوجل دوكس حيت هو فين كنت كنقاد الفولدر باش انني نستوكي فيه، حيت بحكم ان كان عندي تليفون اللي عادي. دونك هنا فين كان كيخصني ستوكاج وكان كيخصني بزاف ديال الحوايج. وهاد اللعيبه هادي كانت حيدت عليا تقريبا نص ديال الخدمه، حيت اول حاجه كانت فابور، وثاني حاجه كنت كنستوكي بزاف ديال الحوايج بلا ما نخلص عليهم. واخا تقدر هنا فين تسولني تقول لي انا عندي هاد الشيء كامل اللي قلتي لي، ولكن من نقدر نجيب الكلاينتس؟ غندوي على راسي انايا. كنت بديت بجروبات ديال فيسبوك ديال الفريلانسين، وفي لينكدين كنت قديت واحد البوستات على الخدمه ديالي، وكنت كنحاول انني نبين داكشي يكون بروفيسيونيل بزاف. وفي نفس الوقت كنت كنستعمل مواقع بحال خمسات ومستقبل، وكنت بديت بواحد الثمن اللي بسيط غير باش نجمع التقييمات، حيت كيف ما كتعرف في الاول فاش يلاه كتكون بادي خاصك ضروري تهبط السوق باش انك تعرف شويه. وطبيعه الحال من بعد ولات كتوصلني خدمات اكثر، وهنا فين كتكون كدير الثمن اللي انت باغي، حيت كتكون ديك الساعات انتقلتي من الهاتف ديالك انك دخلتي واحد المبلغ وكتشري به الحاسوب اللي غادي يعاونك بزاف حتى هو في الخدمه ديالك.
غادي تسولني عاوتاني شحال ربحت وشحال كتربح هاد الخدمه هادي. باش نكون واقعي معاكم، في الشهر الاول كنت دخلت 1000 درهم، ولكن في الشهر الثاني او الثالث وليت كندخل ما بين 2000 درهم حتى 3500 درهم، وهذا الشيء كامل غير من التليفون، يعني بلا ما نبقى نتحرك بزاف، بلا ما نتنقل من لهنا لهنا، وكل شيء فليكسيبل. دونك كيفاش كنت كندير تنظيم للخدمه والوقت ديالي؟ كنت قسمت النهار ديالي هكا: في الصباح كنجاوب على الرسائل زائد كنقاد المهام، وفي داك الجوايع العصر كنخدم على الطلبات. اما في العشيه كنت كنخلي الوقت ديالي الخاص باش انني نزيد نتعلم. كنت كنخدم تقريبا من 4 حتى ل 5 ديال الساعات في النهار، ولكن على حساب الخدمه. شي مرات كتكون قل. وهاد التجربه هادي شنو قدرت نتعلم منها؟ خاصك اول حاجه تعطي قيمه قبل ما تفكر في الفلوس. الزبائن ما كيهمهمش الماتيريال اللي عندك او داك الشيء اللي عندك، اكثر ما كتهمهم الاحترافيه داك السيرفيس اللي غادي دير. ثالث حاجه هي الاستمرار احسن من الموهبه. ورابع حاجه التقييمات الاولى هي المفتاح ديال داك الشيء كامل. داك الشيء علاش كنت قلت لكم في الاول كنت مطيح الثمن. كيفاش تقدر تبدا؟ نتايا غادي تيليشارجي لي زابليكاسيون اللي قلت لكم قبل، وصاوب واحد البورتفوليو اللي يكون بسيط فيه لي سيرفيس ديالك اللي كدير، وفيه بعض المعلومات الشخصيه ديالك، بحال مثلا الايميل فين يقدروا يتواصلوا معاك او شي حاجه بحال هكا. وداك البورتفوليو ديرو على شكل PDF وبدا تصيفطوا للناس في الفيسبوك او لا لينكدين. وراه كاين بزاف ديال لي بلاتفورم، انا عطيتكم غير جوج امثله. فاش انك تكون مثلا خدام لواحد الكلاينت، دائما فاش تصيفط ليه ديك السيرفيس كتب ليه واحد الميساج ديال خلي لنا الفيدباك ديالك. وراه كلاينت اللي بانت له شي حاجه ماشي هي هذيك راه كيجي كيقولها لك، وراه مزيان لك نتايا باش انك تحسن من داك الشيء اللي كنتي كدير. وباش انك تنجح في هذا البلان هذا غادي نعطيك نصائح اللي مهمه بزاف. ما تبقاش تجرب بزاف ديال الطرق، خليك على وحده واستمر فيها وتعلم ليها مزيان. وحاول انك فاش تكون كدوي مع كلاينت تكون، واخا تكون انت مثلا معصب، عارف كيفاش تدوي مع كلاينت. كاينين فيديوهات كيشرحوك ديال كيفاش تتعامل مع الكلاينت ديالك. علاش خاصك تفرق ما بين انك كدلل راسك وما بين انك تكون ظريف مع الكلاينت ديالك. ومع الوقت غادي تبدا تطور المهارات ديالك شويه بشويه. واهم حاجه هي انك ما تخافش من البدايه، حيت كاملين كنا بدينا بواحد الحاجه اللي لا شيء، والحمد لله كل واحد فين سهل عليه الله، وكلنا كنا بدينا بلا تجربه. قبل ما نساليو الفيديو غادي نشرح لكم واحد اللعيبه ديال الدراري اللي ما كيعرفوش يجيبوا كلاينت. الاولين كيكون عندهم مشكل في الفلوس ديال الادسنس. كاين واحد الحاجه سميتها المايلينغ. هاد المايلينغ هذا غادي يعاونك بزاف الا كان عندك مثلا واحد السيرفيس كنتي كتبيعو كيف ما كان بغا يكون، سواء ديجيتال برودكت او لا فيزيكال برودكت. وكاينين الدراري اللي غادي يكونوا فاهمينه مزيان. دونك غادي ندير واحد الفيديو بالنسبه للناس اللي مازال ما فهموش، نشرح ليهم شنو هو المايلينغ كيفاش يقدروا يخدموا فيه. عاد من بعد غادي نتعمق فيه مع الناس اللي ديجا هما فاهمين الدومين مزيان، بحكم انني ديجا خدمت فيه. فغادي نعطيكم بعض النقاط اللي غادي يعاونوكم بزاف في المسار ديالكم. ونقدر نزيد حتى البلان ديال CPA. وإلا وصلتي حتى لهنا شكرا بزاف على المتابعة ديالك لهذا الفيديو ولاشين. وكنتمنى هذا الفيديو يعاونك تبدا الخدمة ديالك غير من التليفون وتحقق دخل شهري ديالك، ومع الوقت ان شاء الله تشري شي بيسي. وما تنساش الا كان عندك واحد خوك او اختك او شي صاحبك او صاحبتك، صيفط ليه هذا الفيديو باش يقدر يبدا حتى هو غير من التليفون. ونشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.